اجروا يا جماعة اجروا، قالك الجزيرية اخترعت طبق وحدها معاونة فيه حتى حد. تفرجوا معانا. طاجين الزيتون الجزائري في المرتبة الأولى عربيا والثاني إفريقيا و33 عالميا ضمن قائمة أفضل 50 طبقا بالدجاج حول العالم. فين هو الطاجين؟ بالي على الزيتون هنا، فين هو؟ إذا نعطيكم طريقتي كيفاش نحضر طاجين الزيتون. تبارك الله تبارك الله. الطاجين الجيريان. الحاجة الأولى نحكموا الزيتون اللي شللناه يعني 3 مرات إلى 4 مرات بلا ما تغلوه، في كل مرة بدلوا له الماء. نضيف عليه ملعقة صغيرة من الكركم، الفلفل الأحمر، ورقات تاع الرند. قالك طاجين الزيتون الجزائري بالدجاج. راني مهيهط، راك مغيبس. لا كيما راني مخرقه شويه. تكلي تكايزست وتخيففت مع تغيننت تخنبشت. هيا الحمال ديك يتلمهم في الحبا تسمى قول راني مشرمن مكرطب. تكلي راك تتكرطب يا الحمال. طاجين الزيتون الجزائري من اشهر واطيب الوصفات التقليديه، راح نشاركه معكم على طريقتي ونمد لكم سر البنه على خاطر اللي ياكلوا عندي يطلب مني الوصفه. وانت المليح راه باين، انت لاش غتبقى تصدع في راسك. تبارك الله. هو بين راسو، هو كيبين لك اصاحبي. حي نطري. شوف تبارك الله. هذا الفيديو في خاطر الناس اللي ما تفهمش. طاجين شريته جديد بس كنا حابه نطيب شويه طواجن، توحشت سورتو طاجين الجلبانه بالبيض البنات. المهم شوفوا، ركزوا. طاجين ميد ان الجيريا. اوكي، يجي في الميكروويف، يجي في الديش واشر، يجي في الاوفن. شفتوه؟ طاجين ميد ان الجيريا. سيري الله يمسخك، والله يعطيك المسخ. هذا طاجين مغرب. هذا طاجين مغرب. جربوا معنا طاجين تاع اللحم الحلو الجزائري. نحب ننوه باللي الطاجين تاع اللحم الحلو في الجزائر كاين انواع وانواع وانواع. هذا واحد من الطواجن اللي هو باللحم والعينه، اللي في بعض المناطق يسموها البرقوق وبعض المناطق يسموها عين البقره، احنا في الوسط نسموها العينه، بالقرفه والزبيب الزعفران. هاوليك سيري الله يمسخك، والله يعطيك المسخ. كاين ناس يزيدوا له اللوز، كاين كل واحد كيفاش يديروا. المهم كاين من اشهر اللحم الحلو في الجزائر عندنا اللحم بالبرقوق تاع تلمسان ولا المحمر تلمساني، عندنا في وهران ثاني سبيسيال تاعهم سبيسيال، مستغانم جوايه الغرب حاجه، ومن بعد حنا في الجي كاين ناس اللي يديروه مرقه صفراء، كاين اللي يديروه مرقه بيضاء، ومن بعد الغرب يديروه جو كخوا صوص بلانش كيف وسورتو قسنطينه عندها بزاف طواجن تاع الحلو. قطع الباشير، قطع واحد بريكول دبرت عليه فهاد الصباح.